السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة هنحل مع بعض تقييم الشهر الأول، تدريب تقييمي 1 و2، صفحة 4 وصفحة 5. كتاب المراجعة، ملحق كتاب الامتحان. طبعا يا ريت يا ابطال ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. كل الكتاب ده محلول يا حبايبي على القناه من اول درس لاخر درس ان شاء الله، وكمان الكتاب المراجعه. يلا بينا ونقول بسم الله. هنا بيقول لك امامك خريطه الوطن العربي، اكتب مدلول الارقام الموقعه عليها. اول حاجه عندك المحيط الهندي، عندك دائره عرض، هتقوله دائره عرض الاستواء، دائره الاستواء. منطقة زراعية، منطقة زراعة على المياه الجوفية، تقول له الواحات الداخلية والخارجية بمصر. منطقة زراعة على المطر، هتقول له جنوب موريتانيا. ماذا يحدث إذا اعتمدت معظم الدول العربية على الري من الأنهار؟ إيه اللي هيحصل؟ هتقول له سوف يؤدي إلى ثبات الإنتاج الزراعي العربي، سوف يؤدي إلى ثبات الإنتاج الزراعي العربي. اختار الإجابة الصحيحة. من العوامل الطبيعية اللازمة لقيام الزراعة في الوطن العربي، طول المناخ المتنوع. توجد الزراعة حيث التربة الخصبة على جانبي الأنهار مثل نهر الفرات في العراق. بتعتمد الزراعة في الأجزاء الشمالية للوطن العربي على مياه الأمطار. بما تفسر تناقص مساحة الأراضي الزراعية في الوطن العربي. ليه مساحة الأراضي الزراعية بتنقص في الوطن العربي؟ هتقوله بسبب تفاوت كمية الأمطار وزحف الرمال والرعي الجائر، بسبب تفاوت كمية الأمطار وزحف الرمال والرعي الجائر. هنا بيقول لك صوب ما تحته خط. كان عمر ابن عبد العزيز من كتاب الوحي وأحد خلفاء بني أمية، هتقوله لا ده معاوية بن أبي سفيان. انتهت الخلافة الأموية بعد مقتل، هتقول له مروان ابن محمد عام 132 هجريا. نجح الخليفة المعتصم في محاربة الروم وفتح مدينة القسطنطينية، هتقول له لا، فتح مدينة عمورية. نقل الخليفة المأمون عاصمة الخلافة من الكوفة للأنبار، هتقول له لا، ده الخليفة أبو العباس. بيقول لك هنا أيد بالأدلة التاريخية صحة العبارة الآتية: اهتمام الخليفة الوليد ابن عبد الملك بالعمران، هتقول له أنشأ المسجد الأموي بدمشق وإعادة بناء المسجد النبوي بالمدينة وتوسيع الحرم المكي بمكة المكرمة. حلنا صفحة 4 حبايبي، ننتقل الى صفحة 5. يلا بينا يا شباب. ما تنسوش يا حبايبي اللايك، اهم حاجة حطوا لنا لايك للفيديو، بتساعدونا ان الفيديو يوصل لاكبر عدد من اصدقائكم وزمايلكم اللي بيدوروا على حل التقييمات زيكم، وكمان الاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات يا حبايبي ان شاء الله. تدريب تقييم 2، بيقول لك هنا الجغرافيا. بيقول لك هنا امام خريطة الوطن العربي اكتب مدلول الارقام عليها. نهر دجلة اول حاجة اهوت، عندك المحيط الاطلنطي رقم 2، عندك البحر الاحمر رقم 3 اهو، عندك رقم 4 دولة بتعتمد على الأمطار في الزراعة، عندك اليمن أهي يا حبايبي. طيب بيقولك ما رأيك في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة؟ هتقول له التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة بيؤدي إلى زيادة الإنتاج للأراضي الزراعية. التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة بيؤدي إلى زيادة الإنتاج للأراضي الزراعية. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. تتوافر كل موارد المياه العذبة المستخدمة في الزراعة بدولة مصر. من الأسباب الطبيعية اللي بتؤدي لحدوث ظاهرة التصحر في الوطن العربي، هتقول له زحف الرمال. من أكثر الدول العربية امتلاكا لرؤوس الأموال اللازمة لقيام المشروعات الزراعية، عندك السعودية. دلل على صحة العبارة: للمناخ أثر كبير على الزراعة وفي وطننا العربي، هتقول له أدى تنوع المناخ إلى إنتاج محاصيل متنوعة لاعتماد الزراعة على مياه الأمطار في معظم الوطن العربي. يبقى أدى تنوع المناخ لإنتاج محاصيل متنوعة لاعتماد الزراعة على مياه الأمطار في معظم الوطن العربي. صح وخطأ. سمي عام 41 بعام الجماعة، هتقوله صح. قامت الدولة الأموية على يد معاوية بن أبي سفيان، صح. دخل الوليد بن عبد الملك نظام الوراثة في الحكم، هتقول له خطأ، ده معاوية ابن أبي سفيان. شجع أبو العباس حركة الترجمة من الحضارات الأخرى، هتقول له خطأ، ده المأمون. بما تفسر يعد أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، هتقول له لأنه نشر الأمن والأمان في الدولة الإسلامية وقضى على الفتن والتوارث وبنى مدينة بغداد واتخذها مركز للخلافة. لأنه نشر الأمن والأمان في الدولة الإسلامية
وقضى على الفتن والتوارث وبنى مدينة بغداد واتخذها مركز للخلافة. علينا صفحة 4 و5 حبايبي. ان شاء الله نحل مع بعض بقى باقي التدريبات. ما تنسوش يا ابطال تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد يا حبايبي. ان شاء الله كل حاجة هتلاقوها على القناة. بالتوفيق والنجاح يا رب. مع السلامة. ربنا ينجحكم جميعا يا حبايبي. مع السلامة. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.